مساء الخير على كل حلوياتي. النهاردة أنا حابة أتكلم معاك في موضوع مهم جدا وغاية الأهمية. لازم نخلي بالنا من الصور اللي احنا بنحطها على البروفايل بتاعنا على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، أو الصور اللي بنحطها خلفيات للموبايل، أو الصور اللي بنحطها في بيوتنا. احنا قبل كده قلنا ان الصور ليها طاقة، زي ما قلنا ان الالوان ليها طاقة، وان الانسان ليه طاقة، والنبات ليه طاقة، وان كل شيء في الدنيا هو عبارة عن طاقة. فكل شيء احنا بنحطه فهو كمان بيدينا من الطاقة بتاعته. فتلاقي ناس بتقولك ويعني انا حاسة ان مشاعر الالم بتزيد من عندي. طب ما تبص الاول انت حاطط ايه على بروفايلك. بص انت حاطط صور طفل بيبكي او منزل الدموع في بيتك، او في المكان بتاع شغلك، او في سيان انت حاطه فين بالظبط، ومش عايز ان انت تاخد من طاقة الصورة، او انه انت تكون شخص عايز تهدي العصبية بتاعتك، وبعدين انت بتحط على صور عندك على الموبايل او في اي مكان ليك عموما. هتلاقيك بتحط صور ليك بتشير للعنف او للغضب او كل الحاجات دي بتزود من الطاقة عندك بتاعة الحاجات اللي بتحملها. ارجوكم ارجوكم انتبهوا، انتوا بتوجهوا طاقتكم لفين. كمان انا مع القضية الفلسطينية وضد تهجير الفلسطينيين لمصر، تمام، ومع انه القضية الفلسطينية تكون موجودة واهالي فلسطين يكونوا ببلدهم المكرمة. وانا بنتعاطف مع كل اللي بنشوفه مع الشعب، تمام، الفلسطيني، لكن لو سمحتم محدش يشير او يشارك اي صور فيها عنف او دم، او تكون فيها معاناة إنسانية للفلسطينيين، علشان هم عايزين كده، هم عايزين يوجهونا لحرب نفسية نتألم فيها زيادة عن اللزوم. لو سمحت ما تساعدهمش ان هم نشارك هذه اللحظات. محدش فيكم سمع قبل كده عن ان الاسرائيليين بيشيروا لنفسهم اي حاجة، سواء هم خسروا اي حد من جنودهم او اي معاناة هم بيتعرضوا ليها. لو سمحت محدش يشير المعاناة الإنسانية اللي هم بيعانوا منها. دايما شيروا الحاجات اللي ليها علاقة بالأخبار الجديدة، يعني بلاش نصور صور العنف أو التعذيب ليهم، تمام. احنا محطوطين في قلبنا وهنفضل لحد يوم الدين مع فلسطين قلبا وقالبا. وأرجوكم خلي بالكم من نفسكم ومن طاقتكم، ويومكم جميل بإذن الله. سلام.